لو عندك قشر بيض اوعي ترميه، وتعالى اقولك ازاي تستفيدي بيه. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عندي هنا قشر بيض، طبعا البيض ده كنت كسراه، فبما اني كسراه في اثر للبياض فهبدأ اغسله بالطريقة دي. لو انت سلقاه هتبدأي تستخدميه عادي في الوصفة. اهم حاجة في الوصفة دي ان القشر يكون ناشف معاكي تماما، يعني ما يكونش فيه ميه. هنا بما اني غسلاه كان فيه اثر للميه، فبدات احطه في صينيه بالطريقه دي، والفرن سخن جدا عندي. سبته حوالي 5 دقايق، كان البيض معايا نشف من الميه تماما. بعد ما طلعناه كده على طول هبدا اخده وهبدا انزل فيه في المطحنه بتاعه الخلاط. هبدا اطحنه كويس قوي لحد لما يبقى معايا بودره. وبعد كده هنبدأ نكمل الوصفة بتاعتنا. بعد ما طحناه هبدأ انزل بيه في طبق، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من الكربوناتو، وهننزل عليه بمعلقة كبيرة من اي مسحوق غسيل انت بتغسلي بيه الهدوم. وهنا الاضافة دي من عندي معلقة كبيرة من ملح الليمون. متوفر عندك انزلي بيه عادي، مش متوفر عندك استغني عنه عادي في الوصفة. الوصفة دي انا شفتها على النت فحبيت اجربها معاكم. طبعا قلبتهم كويس قوي مع بعضيهم، ودي بيقولك اقوى وصفة لتنظيف الطسان المحروقة من الزيوت والدهون. فعندي هنا طاسة زي ما انتوا شايفين، هبدأ طبعا افصل جزء منها كده مش هغسله، وهاجي على باقي الطاسة طبعا هنبدأ نغسله مع بعض. فهبدأ الاول انزل بحبة من المسحوق بتاعنا او بودرة البيض المطحون اللي احنا عملناه. ما تنزليش بالكمية دي كلها، انزلي بحبة صغيرين، وابدأي هاتي اللوفة بتاعة المواعين. ويستحسن لو عندك سلك مواعين هيديكي نتيجة افضل واسرع كمان. نزلت طبعا بحبة مية، بتلاقي الدنيا كده فيها فوران بسبب ملح الليمون اللي انا حطيته. شايفين؟ بتبدأي بقى تغسلي الطاسة بتاعتك كويس قوي. انا ما كنتش اتوقع ان هو يديني نتيجة بالطريقة دي. هنا ما غسلتش كتير طبعا، بصوا، مع انها لوفة مواعين بس نضفت معايا الطاسة. شايفين؟ لو سلكة بقى هتديك نتيجة كمان افضل مليون مرة من اللي انت شايفاها واسرع. زي ما انتوا شايفين الدوران بتاع الطاسة بتاعتنا برضو محروق، فانا غسلت بيها، جبت حبة كده نزلت بيهم على اللوفة بتاعت المواعين، وبدأت اغسل الطاسة. والله العظيم نضفت معايا الطاسة ورجعتها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي جديدة وزي الفل، واتخلصت من الحروق اللي على الطاسة بتاعتنا. بعد ما غسلتها كويس قوي رحت شطفاها تحت الحنفية. شايفين النتيجة رهيبة. بصوا 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 دوران بتاع الطاسة بتاعتنا رجعت جديدة، وتخلصنا من الحروق اللي فيها. زي ما قلتلك سلكة المواعين هتديكي نتيجة افضل مليون مرة كمان من اللي انت شايفاها. يعني شايفين النتيجة عاملة ازاي باللوفة. بس كده انا جربت الوصفة ممتازة وجميلة جدا. مستنية رأيكم في التعليقات. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة وجديدة ومبتكرة.